سادتي سيداتي، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لحماية الموارد الطبيعية. شرطة إقليم عنسبة تحقق أعمال ناجحة العام الماضي. سكان دك أمحار يتبرعون لقوات الدفاع. بكين تسعى لحل ودي مع ميانيلا في بحر الصين الجنوبي. روسيا تطلق سفينة حربية مزودة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. عام 2022 كان الأكثر حارا في إسبانيا منذ أكثر من قرن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت سلطة الغابات والحياة البرية في التقييم الذي أجرته يوم 4 من يناير لعام 2022 دعت للقيام بالرعاية والعناية اللازمة لشتول الأشجار المغروسة لضمان نموها. أوضحت تقارير فروع السلطات في الإقاليم الأنشطة المنفذة لإصلاح مساقط المياه ومراقبة عمليات قطع الأشجار واتخاذ الإجراءات القانونية لقاطع الأشجار وجهود إعادة التشجير وإعداد الشتول وحماية الحياة البرية. وفادت التقارير إعداد أكثر من 5.7 مليون شتلة في 30 مركز شتول عام 2022 غرس منها 4.8 شتلة، أي ما يعادل نسبة 84%. وقدم في الاجتماع شرحا حول مهام قامة المحميات لضمان تنمية الحياة البرية والحد من نفوق الحيوانات البرية بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتون في ختام الاجتماع إن حماية وتنمية الثروة الغابية له دور كبير في تنمية الحياة البرية والتنوع الأحيائي إلى جانب استقرار التربة، داعيا لمواصلة برامج الحملة الخضراء. وناشد لتقوية الجهود والمشاركة الشعبية للحد من القطع الجائر للأشجار واتخاذ إجراءات عقابية ضد عمليات قطع الأشجار لضمان نمو الحيوانات البرية التي تواجه الانقراض. أفادت شرطة إقليم عنسبة عن حل أغلب القضايا المرفوعة إلى الشرطة عام 2022. وأوضح شرطة إقليم عنسبة استقبال 2226 شكوى عام 2022 وقد تم حل أكثر من 94% منها. وأوضح مسؤول التحقيقات الجنائية الرائد تسفاهوني أن 895 من هذه القضايا مرتبطة بالجريمة. وذكر بأن الشرطة الأهلية المقامة في القرى والمدن عملت لحل القضايا البسيطة بالصلح والتعاون مع الشرطة لتقديم الجناة أمام القانون، موضحا بأن سيمينارات التوعية التي تنظمها الشرطة في أوساط الشعب والطلاب تحقق نتائج مرضية. وأوضح مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسبة الرائد محاري كيدان ازدياد الحوادث المرورية عام 2022 بنسبة 43% عن عام 2021، وأودت بحياة 5 مواطنين وإصابة 145 بجروح، 62 منها جروح بليغة وتدمير ممتلكات تقدر بحوالي 4 مليون نقفة. وقال إن السبب الرئيسي للحوادث المرورية عدم منح الأولوية للمشاة والحفاظ على البعد بين السيارات والقيادات الخطيرة وعدم جودة السيارات. ودعا السائقين وخاصة الدراجات الهوائية التي أصبحت السبب الرئيسي للحوادث المرورية لتوخي الحذر واحترام قوانين المرور. قدم سكان مديرية دك أمحار دعما ماليا وعينيا بأكثر من 6 مليون نقفة لقوات الدفاع.
وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد جرماي دسي في الاجتماع الذي عقد في 2 يناير أن عمال المؤسسات الحكومية في المديرية قدموا نقدا بأكثر من 4 مليون نقفة، وسكان ضواحي المديرية بأكثر من 2.1 مليون نقفة عينيا. وذكر قيام 18 ضاحية بحصاد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين وجمع المحصول. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى دك أمحرية الدكتور يوسف يماني بأن السكان قدموا عبر لجان الصحة أكثر من 185 ألف نقفة لشراء أنابيب المياه للمستشفى وأعمال البنى التحتية المختلفة، مشيرا إلى بدء مركز العلاج الطبيعي للخدمات. وشرح مسؤول الشرطة في مديرية دك أمحرية السيد تخستي موسيا الجرائم والمخالفات المرتكبة التي أرسلت إلى الادعاء العام والتي تم حلها بالصلح. ودعا مدير مديرية دك أمحرية السيد يماني أبو الرافي ختام الاجتماع للدافع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه ومساهمة جميع المواطنين لإنجاح حزمة برامج التصدي. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة القيام بأعمال جادة العام الماضي لبناء شباب واعيين منتجين ومتسلحين بالعلم والمعرفة. وأوضحت مسؤولة المشاريع في فرع الاتحاد السيدة الشاملة قبر كيدان تدريب 2183 شابا بينهم 820 امرأة العام الماضي في الحدادة والنجارة والمونتاج والجرافيكس والأشغال اليدوية والموسيقى والفخاريات ومد خطوط الكهرباء وتصفيف الشعر والمكياج والطهي في جميع المديريات وتربية النحل والدجاج في مديريات قلب وعلا برعد وعتكرزان. وذكرت أن التدريب نظم بعد إجراء الدراسات اللازمة والقيام بالمتابعة لإيجاد فرص العمل للمتدربين وتنظيم التدريب الإضافي في إدارة المرافق التجارية لتسيير جيد للأعمال وتقديم فرص القروض. وأشارت إلى توزيع مجاني للمناحل ومعدات تصفيف الشعر وغيره للمحتاجين. ودعت الشباب للاستفادة الجيدة من الفرص التي حصلوا عليها، مناشدة المجتمع والجهات المعنية تشجيعهم معنيا ودعمهم عينيا، مشيدة بتعاون الشركاء. وعلم أن فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة أدخل العام الماضي التدريب في الكتابة والدراما والرقص. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع نظيره الفلبيني فرديناندو ماركوس إن بكين مستعدة لاستئناف محادثات النفط والغاز مع مانيلا والتعامل مع القضايا البحرية بطريقة ودية وتشاورية، في إشارة إلى الخلافات بين البلدين في بحر الصين الجنوبي. ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي قوله إن كلا البلدين يجب أن يزيدا الاتصال والتعاون في الزراعة والبنية التحتية والطاقة والثقافة. وتشمل زيارة ماركوس الأولى لبكين منذ توليه منصبه توقيع ما يصل إلى 14 اتفاقية ثنائية. وكانت الصين أبدت استعدادها لاستئناف محادثات مع الفلبين بشأن قطاع الطاقة والعمل معا لحل المشكلات القائمة ببحر الصين الجنوبي عن طريق الحوار. ويدور خلاف بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ومن المتوقع أن يوقع ماركوس اتفاقا في بكين هذا الأسبوع لإقامة اتصال مباشر بين وزارتي الخارجية بشأن القضايا البحرية. أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو على إطلاق سفينة حربية لصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت في مهمة بالمحيط الأطلسي والهندي والبحر الأبيض المتوسط. وقال بوتين خلال الحفل الذي حضره رفقة وزير الدفاع سيرجي شويغو من مكان غير محدد وفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية، قال: أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية.
من جانبه قال شويغو إن طاقم السفينة سيتدرب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ عابرة بعيدة المدى. وأشار إلى أن صواريخ زيركون الفرط الصوتية قادرة على التغلب على أي نظام دفاعي جوي حالي أو مستقبلي، ويمكنها تنفيذ ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر. كان العام 2022 أكثر الأعوام سخونة على إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل، وهو تاريخ بدأ تسجيل البيانات ذات الصلة وفق وكالة الأرصاد الجوية الوطنية. وكتبت وكالة الأرصاد الجوية: كان عام 2022 أكثر الأعوام سخونة في إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل، مشددة على أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة السنوية 15 درجة مئوية ليصل إلى 15.5 درجة. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنها حسبت بأثر رجعي متوسط درجات الحرارة السنوية بين عامي 1916 و 1961 اعتمادا على قياسات معزولة ونموذجات إحصائية. وتعرضت إسبانيا وجزء من أوروبا في عام 2022 للعديد من موجات الحرارة الحارقة خلال الصيف، اندلعت خلالها حرائق لا مثيل لها، وارتفع عدد الوفيات ومستوى الجفاف. الخبر الأخير في هذه النشرة: علقت الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني، وذلك بسبب رفض هذه الجماعة المسلحة المشاركة في الهدنة الثنائية ل6 أشهر التي أعلنها الرئيس عشية رأس السنة. وصرح وزير الداخلية ألفونسو برادا للصحفيين بحضور القيادة العسكرية ووزير الدفاع أمام الموقف المعلن: قررنا تعليق الآثار القانونية للمرسوم القاضي بهدنة ثنائية مع جيش التحرير الوطني من 1 من يناير حتى 30 من يونيو 2023. وأضاف أنه سيتم التطرق مجددا لهذا الملف خلال جولة جديدة من المفاوضات من المقرر عقدها في المكسيك في موعد لم يحدد بعد. ختام النشرة نذكر بأهم وأبرز العناوين. دعوة لحماية الموارد الطبيعية. شرطة إقليم عنسبة تنجز أعمال ناجحة العام الماضي. سكان دك أمحر يتبرعون لقوات الدفاع. بكين تسعى لحل ودي مع مانيلا في بحر الصين الجنوبي. روسيا تطلق سفينة حربية مزودة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. عام 2022 كان الأكثر حرا في إسبانيا منذ أكثر من قرن. انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.